ولعظيم شأن الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى قد فرضها مرتين، مرة في الأرض، وقد أمر الله تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة من القرآن، ومرة في السماء، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. وكما أن الصلاة مفروضة علينا فهي مفروضة على من كان قبلنا، على الأنبياء وأممهم قبلنا. فقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال عن دعاء إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عن موسى عليه السلام: قال لموسى آمرا له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا قال عن داود عليه السلام: وخر راكعا وأناب. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة، فهي وصية الله جل وعلا لكل أمة من الأمم